بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: العالم المصري فاروق الباز قصة كفاح. هذا عالم عظيم، قمة في العلم وقمة في التواضع. في أمريكا كان يعمل نقاشا بينتر ولا يتحرج أن يقول هذا، وتزوج سيدة أمريكية فاضلة وأرسل 100 خطاب بحثا عن جوب اوبورتيونيتي، فرصة عمل. الخطاب 100 تم الرد عليه من جانب وكالة ناسا للفضاء، وقدم للأمريكان بحثا عن الأماكن المناسبة لنزول مركبة الفضاء في حدث فريد تم عام 1969. وتعجب الأمريكان من كفاءته، وهو عالم فاضل يقدم لك رسالة كفاح. إيزي كم إيزي جو، ما يأتي سهلا يذهب أدراج الرياح سهلا. فيكون لك باحث عن عمل، اتعب، كافح. الأمور ليست سهلة، لكن طالما أنت تكافح ستصل إلى ما تريد. الأمور لا تأتي بهذه الصورة. التعجل مصيبة. كافح واجعل نفسك محاربا في هذه الحياة. بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا بغير كد أضاع العمر في طلب المحال. وقال الشاعر آخر: لا تحسبن المجد تمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى طلعك الصبر. وفي كافة حديث هذا العالم الفاضل يتضح لنا علمه الغزير، ويلقي محاضرات متعددة، وهو قمة في التواضع. أنا أجد بعض الشباب الصغير الذي بمجرد الحصول على الدكتوراه يتغير تماما، وبمجرد الحصول على الأستاذية يتوهم أنه صار أستاذا، فيجعل فريسته الأولى أستاذه السابق. ما شاء الله على لحن الوفاء، بطولة شادية وعبد الحليم حافظ والابن العاق. أشياء غريبة جدا. تعلم من فاروق الباز الخلوق العالم الذي بهر الأمريكان ولم تغيره المناصب، وهو مصري حتى النخاع. تحية تقدير لهذا العالم العظيم. شكرا جزيلا.